جلال ماهوش مهيأ باش يعمل نوع من العمليات سيزاريان، خاطر عنده جلطه برموا دماغيه وما عندوش الحق يعمل عمليه. عمل لها عمليه، ضرب لها مصرانه، ثقوا في المصرانه، خاف من الفضيحه، خاف من كذا، عاود سكر عليها هكاك وقعد يستنى في الدكتور حتى يجيب نجربه. الاولى خلينا حاله زوجتك الله يرحمها مدام سميه، وانتم اليوم تقولوا انه صارت حاله الوفاه هذه بسبب خطا طبي. اكيد اختي، خطا طبي واضح. بناء على شنو سي حموده؟ كونتروندي ميديكال عملوا طبيب جراح نفس المصحه هذه، وثبت فيه يعني خطا طبي ولابوراتوار. كيف مشينا عملنا الاناليز في لابوراتوار ظهر مش دي فيرتيكول، مش مصرانه تفلقت، مصرانه مضروبه مشرط تاع جراحه. هذا اللي ناكر توا الطبيب المباشر نتاعها جلال معمر. اي وانا تو قدمنا قضيه في المحكمه وتعديت الفرقه العاديه في التحقيق، وانا مازال نستناو في التحقيق. على علم ان وزاره الصحه يعني عملت الانكيت نتاعها، اي لكن النتيجه ما حبش تمدنا بها، قالت تمدها كان المحكمه. واضح. انتر تو مازال في الفرقه العاديه، تو عنده 9 شهور الدوسي. ما تحركش. جاء الدكتور نهار الخميس العشيه، كي جاء الدكتور ما نعرفش جلال قال له، ما قالوش اللي ضرب المصرانه فما ثقب برفوراسيون. هو كان يعرف اللي هو ضرب المصرانه؟ لا غير شك، لا غير شك، تصرفاته كلها توضح لي اللي هو يعرف وخبى، خاف من الفضيحه يا اخي، تسبب في كارثه. ما علاش العمليه ما تعملتش في وقتها؟ تروتها اختي، وكي تعفنت ولات كونغران يعني ما يجيش تنجح العمليه. جا مخر الجراح كان يصيد يعيط في جربه، اللي يتعامل مع الطبيب المباشر ده جلال معمر، كي عيط له من جربه عمل روتار، ما جاش ممجور، جاي من الغدوه كي خلطت عليها تعفنت سيد. هذا سبب سليم. لا مش تحقيق توجيب كل شيء. على الخطأ. تو طلعوا سال دوبيراسيون، دخلوا لكم على 11:30، خرجوا ماضي ساعتين وربع. جيت نحكي معاه قال لي سي بون لاباس عليها، وراي صارت لها دي فيرتيكول، المصرانه تنفخت اللي ترشخت ورانا نحيناها لها، وراي مرتك لاباس، اما فما اشكال ان شاء الله خير. قال لي زنق صدم، انا خلطت البنك الدم، شريت 4 ساشيات، يكلمني الدكتور كيف معاهم وتابعهم، في الاخر بكل صاحبي اللي بجنبي قال لي مولاي يبكي، قال لي ما عادش يجي، قال لي حموده راهي توفات. مشينا للكونتروندي، قال لي راهي المصرانه ضربت وعملت لها تعفن، وانا راني خلطت مخر ما جبت نعمل حاجه.